في خضم الأحداث التي عاشتها مدينة سبتة خلال موجة الهجرة الأخيرة، برز موقف إنساني لافت من سيدة مغربية اختارت أن تفتح باب منزلها أمام عدد من أبناء بلدها الذين وجدوا أنفسهم في وضعية صعبة. السيدة التي تقيم في سبتة استضافت نحو 30 مهاجرا مغربيا داخل منزلها لمدة 3 أيام في مبادرة وصفت بأنها لفتة تضامن ووقفة إنسانية مع شباب وجدوا أنفسهم بعيدا عن أسرهم وفي ظروف قاسية. وبعيدا عن كل الحسابات، اختارت هذه المغربية أن تتعامل مع الموقف بمنطق بسيط. هؤلاء أولاد بلادها، وفي لحظة الشدة يحتاج الإنسان إلى من يمد له يد المساعدة. 3 أيام قضاها هؤلاء الشباب تحت سقف واحد بعدما وجدوا في منزل هذه السيدة مأوى مؤقت يحميهم من قسوة الظروف. موقفنا بسيط في شكله، لكنه يحمل رسالة كبيرة في مضمونه. المغربي قد يختلف معك في كل شيء، لكن وقت الشدة تبقى روح التضامن والوقوف إلى جانب ابن البلد حاضرة.